بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تخيل معايا حد يجي لك ويقول لك أنا هاخد عقلك أديه لحد تاني يستعمله وبعد كده أرجعه لك تاني مستعمل ومش نافع. هترد تقول إيه؟ هتقول له أنت مجنون صح؟ طب ما هو ده اللي بيحصل معاك من غير ما تحس. كل يوم من ساعة ما بتفتح عينيك على الموبايل لحد ما بتنام والتليفون على صدرك في حد بيستعمل عقلك. المؤثر الفلاني الرأي في الدين فتبنيته، الترندز قالوا إن النجاح في الشكل الفلاني فصدقت، صفحة ملحدة كتبت شبهة فاتزرعت في دماغك. انت مش بتقرر، انت بس بتستقبل. أنا سعيد ودي الحلقة التانية من بودكاست صحوة. النهاردة هنتكلم عن العقل اللي اتسرق مننا واحنا قاعدين وهنعرف ازاي نرجعه تاني. خلينا نسمي الأشياء بمسمياتها. احنا في زمن بقى فيه الجهل موضة. الشخص اللي ما يقراش ولا يعرف هو اللي صوته عالي، هو اللي ماسك الميكروفون، هو اللي بيفتي في كل حاجة، دين، سياسة، طب، فلك، تاريخ. انت بتتكلم في كل حاجة وما بتعرفش حاجة. الجهل بقى مقدس ليه؟ علشان المعرفة بقت تقيلة. انك تقرا كتاب، انك تبحث عن معلومة، انك تتأكد من مصدر، ده محتاج مجهود. والمجهود ده احنا بطلناه. اسهل حاجة انك تسمع فيديو دقيقتين لواحد بيتكلم بثقة وخلاص انت بقى انت كده فاهم الدنيا. الإمام الشافعي قال العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ. طيب احنا لا حفظنا ولا انتفعنا، احنا بس حفظنا آراء غيرنا ورددناها. انت مش جاهل، انت كسول، والكسل ده هو اللي خلاك تستورد عقلك من غيرك. تعالى نشرح اللي بيحصل بالظبط. عقلك يا صاحبي كنز ربنا كرمك بيه، ولقد كرمنا بني آدم. العقل ده هو الشيء الوحيد اللي بيفرقك عن أي شيء مخلوق تاني. لكن انت عملت ايه؟ حولته لإسفنجة. إسفنجة بتشرب أي حاجة تتحط قدامها من غير فلترة، من غير تفكير، من غير حتى ما تسأل الكلام ده صح ولا غلط. مين اللي استخدم عقلك النهاردة؟ المؤثر صاحب المليون متابع اللي قال رأيه في الكون، الترند اللي اتفرض عليك تعيش ازاي وتلبس ازاي وتفكر ازاي، الصفحة اللي بتعرض لك أخبار متقطعة ومشوهة علشان يخلقوا عندك رأي معين. عقلك بقى زي الشقة المستأجرة، كل يوم حد جديد ساكن فيها، يوم ملحد، يوم متشدد، يوم منحل، يوم تافه، والضحية انت اللي بتتفرج على عقلك وهو بيتنهب قدام عينيك وما بتعملش حاجة. فالكياسة هنا انك تحافظ على عقلك. فين شغل العقل وفين نظرته للأمور؟ وهنا نوصل لنقطة خطيرة جدا، الذكاء الاصطناعي. الناس فرحانة الذكاء الاصطناعي هيوفر علينا سنين من القراءة. ده مش مظبوط. ده اللي هو خلي بالك، الذكاء الاصطناعي اختزل سنوات من القراءة فعلا، لكنه اختزلها لصالح مين؟ اخترعوا لنا عقل جاهز زي الأكل الجاهز بالظبط. بدل ما تتعب في المطبخ وتطبخ أكلة صحية، بيجي واحد يديك سندوتش سريع، أكلة سيئة تسد جوعك لكن ما تغذكش. الذكاء الاصطناعي بيعمل كده مع عقلك، بيديك خلاصات جاهزة، تلخيصات، إجابات سريعة، فتبطل تفكر، وواحدة واحدة هتتعود عليه وهتبطل تفكر نهائي. انت بقيت بتسأل الآلة ايه معنى الحياة فترد عليك، لكن المشكلة انك نسيت تسأل نفسك، نسيت احساس انك تتعب علشان تفهم، نسيت متعة انك تمسك كتاب وتصارع الفكرة لغاية ما تتكشف لك. الاشكالية مش في الأداة، الاشكالية انك سلمت لها عقلك. الذكاء الاصطناعي عبد عظيم لكنه سيد فظيع. لو استخدمته كأداة تعينك على الفهم والبحث فانت سيده، لكن لو سلمته كل تفكيرك فانت عبد عنده. زي ما قالوا العاقل من سخر الأشياء لخدمته، والأحمق من سخر نفسه لخدمة الأشياء. طيب الكلام ده كله حلو، لكن إيه الحل؟ إزاي نسترد العقل اللي اتسرق؟ اقرأ ولو صفحة في اليوم، مش شرط موسوعة أبدا، بكتاب صغير في الدين، في التاريخ، في أي علم نافع. اقرأ في أي شيء، اقرأ في أي مجال، حتى لو زراعة العشب. المهم تفهم مش المهم تخلص. صفي متابعاتك. أي حد يقول لك أي كلام سيبك من الكلام ده كله، الغي متابعته. اي حد بيفرض عليك رأيه بدل ما يناقشك اقطع علاقتك بيه. اسأل نفسك سؤال وجودي واحد وفكر فيه، ليه انا مسلم؟ ايه هدفي في الحياة؟ مين انا؟ الاجابات مش هتيجي من فيديو 30 ثانية، هتيجي لما تتعب مع نفسك. استخدم الذكاء الاصطناعي كعبد مش سيد، اسأله عن مصادر، اطلب منه يلخص لك عشان ترجع تقرا الاصل. خليه بوابتك للمعرفة مش نهايتها. هو هيسهل لك المعلومة، هو هيجيب لك الكتاب لحد عندك، لكن الباقي عليك. انت اللي لازم تتأكد من الكتاب ومن المصدر، وكمان تقرأ وتلخص ده وتكتب بإيديك علشان ما تنساش.
العقل يا صاحبي عضلة، لو ما استخدمتهاش هتضمر. في الآخر ما تنساش إن ربنا هيحاسبك على عقلك ده. العقل أمانة، والأمانة يوم القيامة هتتحاسب عليها. لو عايز تبدأ رحلة استرداد عقلك فأنت في المكان الصح. تابعنا في صحوة علشان نتعلم مع بعض ازاي نبني العقل قبل الجسم، وازاي نعرف طريقنا وسط الضلمة دي. ولو حسيت ان الحلقة دي ليها قيمة شاركها مع حد بتحبه، وسيب كومنت برأيك، عايز اسمع منك. اشوفكم على خير في الحلقة الجاية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.